ثبت لي سعر هنا كده 60 مليون، ثبت لي سعر خلاص. ان انا لو هقرر واشوف اوبشنز الفيلات، عندي اوبشن بتاع حسن علام 60 مليون. طيب حلو خلاص، اقارنه بمين بقى؟ هقول لك، تعالى بينا ندخل. انا هسيب سعاده في الاخر لان انا عامل فيديو على هورايزن ايجيبت او مشروع سعاده نيو كايرو، هعمل لك البوست بتاعه كده لو حابب تشوفه بالتفصيل، بس هقول المهم وسط المقارنات دلوقتي. خلينا بس نرجع. خلصنا كده حسن علام كاكسسبيلتي وايز وكومبيوتر بروفايل وغيره. ال ام دي لاند مارك صبور. شوف انت عندك خلاص قصه بقى صبور الاهلي ولاند مارك صبور. لاند مارك صبور الفيس ليفتنج للشركه والمشاريع الاقوى والاستراتيجيه المعدله والاحسن بتاعه الباشمهندس احمد حسين صبور. مشروع 190 مشروع حلو جدا. مشروع ستيت هو اثبت لنا ان هو استراتيجيته غير صبور الاهلي فعلا، لان كونستراكشن في ستيت كبيره جدا، كونستراكشن محترمه، فهو بيثبت ان انا غير التاخيرات اللي بتحصل في مشاريع صبور الاهلي. طيب فلاند مارك ديفلوبمنت اللي هي ال ام دي، احدى بقى شركاتها ال ام اس وغيره وغيره. مشروع ستيت 380 فدان خلاص، تقريبا ابتدى في 2022 في الحدود دي خلاص. وعنده السمول فيلا والميديوم فيلا واللارج فيلا اللي هي اللافيش فيلا بتاعته الكبيره، اللي هي سيجنتشر وجراند واللافيش فيلا. طيب كونستراكشن تمام. مشروع ماستر بلان بتاعته لطيفه. المشروع متقسم الى 7 كلاستر 7 فيزز. المشروع دبل جيتد، تدخل من البوابه الرئيسيه للمشروع تدخل لبوابه تانية جوه الفيز او الكلاستر بتاعك. مشروع لطيف جدا. احطه في الحسبان؟ طبعا، يعني خليه معاك في المقارنه. لو انا هتكلم على السيجنتشر فيلا اللي هي اصغر فيلا ب 53 مليون. طيب ادي تاني رقم نور اهو، خليه جنبك، يعني خليه معانا بقى كده على جنب. محتاج اقول حاجه تاني في لاند مارك صبور؟ لا، هو ككيان هذه الشركه فقط، مش صبور الاهلي، ما عندوش سابقه اعمال غير 190. المشروع ده هيطلع حلو جدا وهيبقى من احلى ان ما كانش هيبقى الافضل البيزنس ديستريكت اللي موجوده في التجمع الخامس. بيزنس كومبلكس متكامل. ده كده في النص، يعني هو مش موضوعنا، ولكن بقول لك ان اول مشاريعه قطعه رقم واحد اداري وتجاري شارع 90 الجنوبي. يعني قطعه رقم 1 سكني هي هايد بارك الناحيه الثانيه، هايد بارك نيو كايرو. طيب خليني في الموضوع. فلاند مارك كونستراكشن حلو وغيره بتاع، خليه بس. انا سمعت الفاسيلتيز وسمعت السعر، واقارن 3 اسعار واقارن 3-4 نقط مع بعض المطابق. هورايزن ايجيبت هو ده اللي انا يعني كنت بقول لك عليه في بدايه الفيديو. اسمع لان في كلام مهم ليك على هذا المشروع، مش كبيع مشروع وخلاص. اسمع الفيجن واسمع. لو قعدت مع اي حد بتاع ماركتنج، انا على قدي يعني، مش وقلت له ما هو الماركتنج والبراندنج، هيقول لك نيفر جو ثرو ان انت تبيع منتج. الله، امال ايه؟ ما انا عايز اسوق للبتاع. البراند بتاع اي حاجه في الدنيا، بتاعي انا شخصيا، بتاع ان انت من الديفلوبر بيقدم فاليو، فولفيل كل النيدز بتاعه الكلاينت اللي هيجي يشتري هذا العقار. وخلي بالك انت ما بتشتريش ككلاينت، وانا على درايه واعلم بذلك، الا اذا حسيت ان انا اللي بدفعه ده واخد بيه كل حاجه انا محتاجها ومش محتاجها كمان. هو ده العقار. انت الا اذا بقى ناس بتروح تشتري في ميفيدا ريسيل 100 مليون عشان اسكن في ميفيدا. على فكره مش غلط، انت متعود على لايف ستايل معين، متعود على ايمج معينه، خلاص روح. لو هتيجي تسالني انا تشتري مثلا فيلا في ميفيدا او بتاع ريسيل، اوفر ريتد بالنسبه لي. يعني انا بقول لك اوفر ريتد، ولكن المشروع قوي جدا. ميفيدا كصيانه، كلاندسكيب، كديفلوبر نيم، كريديبيليتي، ككل حاجه. ولكن بالنسبه لي اقدر اخد هذه كل الحاجات ايوه، ومن هنا بقى هقول لك سعاده مين، واروح بسعر ارخص اعمل بتاع. يعني انت بتقارن سعاده نيو كايرو بميفيدا؟ لا، عشان ما اظلمش سعاده نيو كايرو، ولكن بقارن في خطى ميفيدا
او خطى اعمار النهاء. وما زلت خلي بالك انا بسجل على نفسي الفيديوهات اللي قلتها على سعاده قبل كده، واي فيديو انا بقول انا بسجل واقر على نفسي نقاط بتحداها معاكم كده، على ان انا وانت اهو في تشغيل هذا المشروع اول ما يشتغل، وبعد 5 أو 6 7 سنين انا معايا الماركت كله. خلي بالك انا مش ديفلوبر، انا مش بوجهك او بنور لك مشروع معين ابدا. انا من كتر ايماني الواقعي مش الواهم بفكره سعاده وفكره البراندنج اللي بيعملها والكروت اللي عمال يرميها في الماركت كاكسترا ليك وانت بتشتري، بيحط الديفلوب. خلي بالك ما انا اللي كنت بقول لك اي مشروع ملوش سابقه اعمال لا ارشحه. ايوه، لان هو مش حاطط اي حاجه تطمنا على الاقل قبل ما ينزل ويورينا اعماله هي ايه. عامل لك البيزك واقل من البيزك، تيكت برايس رخيص بخاف، مش عارف ماستر بلان ضعيفه. طب انت ايه هتتميز بايه؟ شركه كونستراكشن عشان تبني مش معروفه. طب استشاري هندسي متوسط جدا، شركه تشغيل متوسطه جدا. طب انا اثق فيك ليه؟ ما انا طبيعي بقى اقول لا انا لا ارشح هذا البتاع خلاص. انما لو ارمي فاسيلتيز وبنفيتس للي هيجي يشتري مني عشان ببني الكريديبيليتي معاه وغيره، هنا المنظور يتغير. وانت بتتكلم على ليفل من البنفيتس اللي هيقدمها لحضرتك عالي قوي. اولها اختياره للارض. انا عايز الارض دي، خلي بالك الارض دي اميز قطعه ارض في التجمع الخامس. يعني انت عارفني في الفيديوهات اللي قبل كده، انا لو عمري بقول لك الافضل والاحسن وبتاع. بالمنطق اشهر محور في مصر هو طريق السويس، يعني خلاص، وهيبقى معاه الدائري وهيبقى معاه يعني الاسامي المعروفه. فهو الراجل اول ما تطلع من الكومباوند بتاع سعاده ده هتطلع على ايه؟ طريق السويس الجديد. طب وانت داخل من ورا الكومباوند هيبقى ايه؟ طريق السويس القديم. هي قطعه، هي جزيره اتخلقت في النص، هو خدها وشارك الهيئه اللي احنا بنقول عليها، ودلوقتي اشترى حصه الهيئه اللي احنا قلت لك عليها خلاص. يبقى ايه التاني الكروت بتاع ايه البراندنج اللي عمله؟ مفيش اسم مختص ان هو يعمل حاجه في المشروع الا وجايبه الافضل والاحلى في الورلد وايد، لان هو الراجل خلاص هو دي ملاءته الماليه. هو الراجل بيكمبير نفسه هو عايز يعمل سيجنتشر هنا. طيب بينوي اللي هيشغله الكوميرشال اللي هو 2 كيلو على طريق السويس. بينوي بس اللي عامل فاري وورلد، وهو بيدخل في كل المشاريع الانترناشونال. تمام، فاري وورلد دبي، الناس اللي في دبي هو الاوبريتور اللي بيشغل الحاجات الجامده دي يعني. دي معناها ايه بقى؟ لكجيريوس شويه في التشغيل. البراندز اللي هتفتح جوه هو اللي هيبقى متحكم في الكومبي بروفايل. بيقولوا فيندي هيفتح جوه ستور والهاي اند براندز جوه. فهو بيحط المشروع، مش بقول لك يعني الله بص، لا انا بقول لك ان ده بيحط المشروع في الكاتيجوري ده. دي قفلناها. الكوميرشال هو صوره المشروع، هو فاكتور مؤثر جدا جدا في زياده اسعار مشاريع حضرتك، شقق او فيلات حضرتك، فيلات بقى حضرتك لان المشروع كله فيلات. زياده اسعار فيلات حضرتك والكريديبيليتي بعد كده بعد المشروع. الكوميرشال ده فاكتور قوي جدا للمشاريع السكنيه. يعني مثال سريع دايما بقوله، شوف صادق ايست تاون اللي في التجمع اللي جنب الجامعه الامريكيه، شوف EDNC لما فتح طير الوحدات اللي كانت بتتباع ريسيل من سنين في ايست تاون. خلاص لان المشروع كان سولد اوت من سنين، بقت زادت اكتر. ليه يا جماعه؟ ايه اللي حصل؟ EDNC فتح، الكوميرشال فتح. طيب ده باختصار شديد يعني. طيب المشروع بقى مين الماستر بلانر؟ انت عندك عدنان سفريني، ده هنزل لك الكومبي بروفايل سريعا. عمل ايه ومطارات ايه وحاجات بانكوك ايه وبره مصر استراليا ايه ومطارات ايه وبتاع. فخليني بس احط لك الكومبي بروفايل بتاعه سريعا وانت بتسمع الكلام كده.